تعرف ان كل سنة بيتقبل حوالي 3000 طالب في الكليات العسكرية؟ وفي سلسلة التقديم اللي انا عاملها لك ديت هعرفك ازاي تبقى ضمن ال 3000 طالب اللي هيتقبلوا في الكليات الحربية بإذن الله. بس قبل ما ابدأ الفيديو عايزك تعمل لي لايك للفيديو دوت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف هيحصل ايه. يلا بينا. شعبان، وهنتكلم النهارده في فيديو جديد هتعمل ايه في الفترة قبل التقديم للكلية الحربية أو كلية الشرطة. أنا هسبت لك الفيديو دوت لثلاث أجزاء أو ثلاث أقسام عشان أسهل عليك الدنيا. هنتكلم في الجزء الأول تظبط إيه من حيث الأوراق، تظبط نفسك إزاي وتأهل نفسك بدنيا، إزاي تأهل نفسك نفسيا للمرحلة دي. بس خلينا نتكلم في الأول عشان نتكلم مظبوط، نتكلم عن الأوراق. أول مشكلة بتقابل أي حد في الأوراق هي القيد العائلي. هتقولي ايه المشكله فيه؟ هقول لك ان الاسماء بتبقى مش هي نفس الاسماء اللي موجوده في البطاقه زي شهاده الميلاد. وليكن عندك جدتك مثلا اسمها في البطاقه ابو محمد وكله بيندهلها بابو محمد، بس في شهاده الميلاد تلاقيها اسم تاني خالص، زي مثلا وليكن حسنيه او امل، اي اسم عامه. فانت لازم تلحق تظبط الحته ديت عشان اما تيجي تقدم الاوراق ما تلاقيش حاجه بتعوقك. وكده نكون خلصنا اول جزء او كده العائلي. لازم تطلعه عشان ما تتسوحش، لان الاجراءات دي بتاخد وقت كبير، لان المحامي بتاعك بيرفع قضيه اصلا عشان يعدل الاسم. تمام يا رجاله؟ تمام. نخش بقى على الجزء الثاني. طبعا احنا عدينا كده الكود العائلي، وهو الاوراق اللي المفروض تجمعها من قرايبك من الدرجه الثانيه والثالثه عشان تعرف تنجز نفسك لو انت في بينك وبينهم مشاكل. طب مين هم دولت؟ زي خلانك واجوازتهم، عماتك وعمامك وجوازتهم، لازم يكون معاك اسمهم وسنهم ومؤهلهم وكل البيانات اللي انت تحتاج تحطها عندك في الملف الاولاني اللي هو ملف المرحله الاولى. طب انت في بينك وبينهم مشاكل، اقول لك تحلها ازاي. هتروح السجل المدني بتاعتك عادي وتطلع لكل واحد في عيلتك شهاده ميلاد، بس ده هيكون مكلف عليك شويه. ده في حاله ان انت ما بينش ده في حاله ايه؟ ان انت وهما في بينكم عداوه او خناقات او محدش فيكم بيحب الخير التاني. لكن لو انت الدنيا معاك متظبطه بينك وبين قرايبك، لا هتكلمهم في التليفون وتاخد من كل واحد صوره بطاقته وتنجز الدنيا وتهندلها. انا بقول لك بس عشان في بينك وبين مشاكل تلحق تجمع الورق قبل ما تقدم عشان ما تتعسفش. وحتى لو في حد بعيد عنك جدا يبعت لك صورته بطاقه على الواتس او هتطلع شهاده الميلاد لو انت في بينك وبين مشاكل. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع الاوراق. هي المشاكل كلها بتبقى في القيد العائلي والاوراق اللي هتجمعها من قرايبك، لان محدش زي ما قلت لكم بيحب الخير لحد. نخش بقى على الجزء الثاني، هو ازاي تأهل نفسك بدنيا. ودي حاجه مهمه جدا يا جماعه لازم نركز عليها. انا مش هقول لك غير انك تركز على 3 حاجات قبل ما تقدم لاي كليه عسكريه. 1، تهتم بالضغط. لازم تجيب كل يوم 40 عدة ضغط عشان في الاختبار تعرف تجيب ال 40 عدة زي ما الكتاب قال. بتنزل تلمس الارض وتطلع تفرد ايدك اقصى حاجة عندك، تنزل تلمس وتطلع اقصى حاجة عندك. 40 عدة ضغط كل يوم قبل ما تنام عشان تبقى الدنيا مسهلة بالنسبة لك. تاني حاجة معانا هو تمرين العقل. تمرين العقل ده يا جماعة اللي بيخليك سوبر هيرو قدام اي حد من القيادات في اي اختبار. فانت لازم كل يوم تروح الجيم او تجيب عقله في البيت وتلعب كل يوم عقله بتاع 10 عدات 15 عده، بحيث اما تخش الاختبار تجيب اقصى عدد عقله تعرف تجيبه. والعقله يا جماعه بالذات بتخليك ظاهر في اختبار الهيئه قدام القيادات العليا. نخش بقى على ثالث اختبار واختبار البطن. بتجيب اقصى عدد عندك في الزمن لا يقل عن دقيقه ونص دقيقتين، بحيث لازم تجيب اقل حاجه 40 عده في دقيقه ونص كل يوم قبل ما تنام عشان تكون متعود، عشان لما تروح هناك تيجي تأدي بأحسن صورة وأكمل صورة للأداء التمرين هناك، عشان كل حاجة بتكون بمقاييس وقواعد عشان يعدلك العدة صح. وبكده أكون قلت لك أهم 3 حاجات لازم تركز عليهم في لياقتك البدنية. وكده بإذن الله هكون عامل لكم فيديو أصلا تفصيلي عملي نظري عن الاختبار الرياضي في الكلية الحربية. نخش بقى يا جماعة على 3 جزء، وده أهم جزء يا جماعة خلال فترة تقديمك
حتى لا قدر الله ربنا لو ما اكرمكش وما دخلتش، تعرف تكمل حياتك. العامل النفسي يا جماعه، لازم تصدق ان انت باذن الله هتتقبل ليه؟ بتوفيق ربنا وبعديها باجتهادك. توفيق ربنا وبعديها باجتهادك. لازم تصدق انك هتكون واحد من ضمن ال 3000 طالب اللي هيتقبلوا دول. هم مش احسن منك في حاجه، هم اشتغلوا على نفسهم كويس جدا وبيصلوا وعارفين ربنا كويس. هو ده يا جماعه مش معيار، بس هو ربنا بيوفقهم عشان كده هم تعبوا. فاللي بيتعب بيلاقي. وحابب اقول لك انت لو ربنا ما اكرمكش وما دخلتش، ليك فرصه تقدم تاني وتالت ورابع وعاشر، لانك بتقدم خلال الثانويه العامه. لو دخلت كليه وخلصت كليه بتقدم بعد الكليه، قدامك متخصصين ومحاربين. يعني المجال مفتوح، بس هي الفكره حبه اجتهاد وانك تصدق ان انت هتكون واحد منهم. مش عايز اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. عايز كل واحد فيكم يعمل اللي عليه ويعرف ان ربنا شايل لك الخير، سواء انك قبلت او ما قبلتش. اعرف ان ده هو الافضل ليك. لو عجبك الفيديو دوت ما تنساش تعمل لايك للقناه واشتراك وفعل زر الجرس، وتعرف ان ده اول فيديو معانا في السلسله. خليك معانا عشان اسهل عليك الامور. اكتب لي في الكومنتات لو عندك اي سؤال. اشوفك في فيديو جديد. سلام.